الحلقة النهاردة هدية لأجيال الستينات والسبعينات والثمانينات كمان، الأجيال العظيمة يعني. ولكن ده مش معناه إن الجيل اللي بعد كده واللي قبل كده ما يتفرجش، لا 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 لا. تعالوا كده اركبوا معانا آلة الزمن ونرجع لورا شوية. الأجيال اللي ذكرتها عندهم حنين غريب وخاص جدا لأيام الطفولة، يعني ذكريات أول يوم المدرسة وحفلة تجليد الكشاكيل، العلوم باللون الأصفر والحساب باللون الأحمر، التاريخ أخضر، كشكول صفحة وصفحة وكشكول مسطر بخطين وهلم جرة، ريحة سندوتشات اللانشون والجبنة الرومي اللي كانت في أكياس بلاستيك قبل اللانش بوكس طبعا، كانتين المدرسة اللي بيبيع بسكوت الشمعدان وبيمبو والعسلية اللي بسمسم وبوزو اللي بقى كاراتيه بعد كده، وحلويات كده بتفرقع في البق، معرفش والله لسه موجودة ولا لا، بس على فكرة أنا كنت بحبها قوي. الحاجة الساقعة بقى زي كراش وتيم وسينالكو وسبيرو سباتس قبل ما تبقى في ثوبها الجديد. حنين لأيام لعبنا فيها ألعاب زي استغماية وكهربا والتعلفات والبلي، قبل طبعا اكتساح ألعاب الموبايل والتاب اللي قتلت الحركة والإبداع عند الأطفال في الأجيال الجديدة، ولا الإثارة والمتعة في مسابقة لبان بمبم ونقعد نجمع في صور لما اتهرينا ومعرفش حد كسب بصراحة، ولا ندور على الجدون اللي في غطا كوكاكولا وبرضه ما اعرفش حد كسب بصراحه. ما كانش فيه لا موبايل ولا لابتوب ولا تاب، وتسليتنا كانت شرايط الكاسيت والقناه الاولى او الثانيه، ولما الدنيا كده زهزهت شويه ظهرت القناه الثالثه، ولا برامج الاطفال ماما عفاف الهلاوي يوم الجمعه، ماما نجوى وبقلز يوم الاثنين، واليوم المفتوح طبعا يوم الخميس، وبرنامج اخترنا لك ونادي السينما، والعالم يغني، والعلم والايمان، وعالم البحار، والمسلسل اليتيم اللي كنا بنتجمع حواليه الساعه 7 بالليل. يا ترى أجيال دلوقتي يفتكروا كام برنامج أثر فيهم بجد وكان علامة يفتكروها؟ وعلشان بقى إيه ما طولش عليكم في الحنين للماضي أكتر من كده، ندخل في الموضوع. من ضمن ذكرياتنا اللي أعتقد الأجيال دلوقتي مفتقداها هي القراية يا جماعة، قراية مجلات الأطفال، مجلات كاملة متكاملة للطفل. يوم الأربع كانت تنزل مجلة ماجد، ويوم الخميس مجلة ميكي، بس كان فيه مجلة تانية اللي بعتبرها الأم الروحية لكل المجلات، ويمكن أقدمها كمان، وهي طبعا مجلة سمير. ولا أقول لكم تعالوا بقى نبتدي الحكاية من الأول خالص، مجلة سمير ونتيلة راشد أو ماما لبنى، أشهر رئيس التحرير للمجلة الرائدة للأطفال في مصر والشرق الأوسط. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. نتيلة إبراهيم راشد اتولدت في 19 سبتمبر سنة 1934. كانت اتولدت لعيلة ميسورة الحال، ومامتها كانت بتحب تحكي القصص بشكل متمكن جدا، والموهبة دي اتنقلت لبنتها نتيلة راشد بعد كده. نتيلة بقى لما دخلت المدرسة قابلتها مشكلة كبيرة، عارفين ايه؟ طبعا اسمها، محدش كان عارف ينطق اسم نتيلة، وتعرضت للتنمر من زميلاتها في المدرسة، ودي حاجة جرحت مشاعرها جدا. كانوا بيختصروا ويقولوا لها انتي او تعالي وخلاص، او يقروها نبيلة بدل اسمها طبعا. فمامتها كانت واعية جدا وفاهمة في نفسية الأطفال، فقررت تنقل بنتها من المدرسة العربي لمدرسة أجنبية، والحمد لله هناك ما تعرضتش للتنمر وكانوا بينطقوا اسمها صح. بالمناسبة نتيلة اسم من الجزيرة العربية، واسم عمة من عمات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ده يعني ايه على الهامش كده. المهم كبرت نتيلة وظهر فيها نبوغ مش عادي في الصحافة وكتابة القصص طبعا، وكان عندها فكر وفلسفة خاصة في أدب الأطفال. دخلت كلية الآداب جامعة القاهرة ودرست علم النفس والفلسفة، ولكن اتخصصت في الكتابة للأطفال. وتخرجت نتيلة راشد واتعرفت على مين؟ على نادية نشأت، وهي حفيدة مؤسس دار الهلال، وكانوا الاتنين عندهم شغف غير عادي بالكتابة للأطفال، وقرروا يعملوا مجلة، وهي ايه؟ طبعا مجلة سمير. وسموها سمير ليه؟ علشان جاية من السمر، يعني اسم تحس فيه كده بخفة الدم والتسلية. سمير الطفل المصري الأصيل بوشه المليان وشعره المجعد اللي ملامحه فيها خفة الدم المصرية. نتيلة كانت شايفة مجلة سمير مشروع مستحيل تتنازل عنه أبدا، وكانت عايزة تنفذه بس بفكر تربوي مختلف، وخصوصا كمان ان في الفترة دي ما كانش فيه مجلات للأطفال ناجحة او ليها صدى زي ما بيقولوا. يعني تقريبا كان فيه مجلة كده اسمها سندباد، واللي كانت من إصدار دار المعارف، ولكن
ولكن برضو ما كانتش مشهورة زي سمير. المهم اتفقت نادية نشأت ونتيلة راشد على تأسيس مجلة سمير سنة كام؟ سنة 1956، وكانت نادية رئيسة التحرير وقتها ونتيلة راشد من المؤسسين. والمحررين في المجلة بقى كانت نادية شايفة ان الطفل المصري لازم يطلع على اللي بيحصل في العالم، ونتيلة كانت شايفة ان في احداث مهمة زي محاربة الاستعمار واحداث العدوان الثلاثي، فلازم نخلي الاطفال يكونوا واعيين للي بيحصل برضه في بلدهم. فالاتنين كانوا بيكملوا بعض. في الوقت ده عملوا شعار للمجلة دمه خفيف قوي، اللي هو ايه؟ من 8 ل 88، يعني بسم الله ما شاء الله كله بيقراها. بس اتغير على فكرة بعد كده، واتفقت نادية ونتيلة ان لازم اشهر الرسامين والكتاب المصريين والاجانب كمان اللي عايشين في مصر يشاركوا في المجلة. لك ان تتخيل ان في مجلة واحدة كان بيكتب فيها يوسف السباعي ونجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي ورسامين زي بهجت واللباد وحجازي، واللي صمم شخصية سمير كان الفنان العالمي بيرني من فرنسا، واشترك كمان الفنان العالمي هيرانت من أرمينيا معاه. وكان في شخصيات في المجلة زي سمير الحويط وتهته العبيط، وبعد كده قالوا لا 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 الاسم كده مش تربوي قوي، فاتغير لمغامرات سمير وتهته، ما هي مش ناقصة برضه تنمر. وطبعا أشهر شخصيات المجلة زي باسل الكشاف الشجاع وبوبي وبسبس والقسطى الفالح وبعجر السخيف اللي هو شكل سمير بس شرير. لكن من الذكاء ان كان لازم يستعينوا بقصص عالمية ويمصروها علشان يقراها الأطفال، زي مثلا ميكي، شخصية كرتونية عالمية ناجحة جدا. وللعلم يعني كان في تجارب لتمصير شخصية ميكي قبل كده، ولكن فشلت لأنها أولا اتعملت بشكل رديء جدا زي كوميكس كده مش قصص كاملة وبدون إذن شركة ديزني. فمجلة سمير كان ليها السبق إنها تقدم شخصية ميكي للشرق الأوسط بإذن من شركة ديزني، يعني أخذت حقوق الملكية من شركة ديزني. وفي يوم 17 إبريل سنة 1958 مجلة سمير نزلت عدد مخصوص اسمه سمير يقدم ميكي، وكان على غلاف المجلة شخصية ميكي وسمير، وتقدم في المجلة والأول مرة قصص مجلة ميكي علشان تكون الشخصيات المشهورة واللي نعرفها حاليا موجودة وبقوة في السوق المصري والشرق الأوسط ككل. فارتبطنا طبعا بشخصيات ميكي بس بالعربي، زي دونالد اللي اتحول لبطوط، وميني لميمي، وجوفي لبندق، وزيزي وعم دهب وعصابة القناع الأسود. بس حصلت حاجة مهمة جدا، وركزوا معايا بقى في اللي جاي. فعدد تقديم شخصية ميكي اتكتب في الصفحة من تحت رسالة بتقول: أعزائي، يسرني أن أقدم لكم زميل جديد وأصدقائه في عدد خاص، ورجائي أن تقلب صفحة 7 لأعرفكم على هذا الزميل، ولكم حبي والتوقيع سمير. وفي صفحة 7 كان سمير موجود فعلا علشان يقدم الزميل الجديد، ونصح الأطفال بأن يحطوه في مكان مقفول أحسن يهرب منهم، واحسن حاجة انهم يحطوا العدد كله في مصيدة. ليه بقى؟ علشان ميكي شخصية فرو كده. طبعا فورا نتيلة راشد اخدت بالها ان كده ممكن يعمل مشكلة تربوية كبيرة جدا، وكأن المجلة بتعادي القطط، او اللي هيثبت في دماغ الاطفال ان القطة هتاكل شخصيتهم اللي بيحبوها اللي هي شخصية ميكي، وبكده هتخلق جيل بيعادي القطط. فعملت ايه نتيلة راشد؟ قدمت قصة فيها نفس العدد بطلتها قطة والكل بيتعلم منها تحت توقيع ماما لبنى. الله يرحمك يا ماما لبنى انك فاهمة في الرحمة بالحيوان، الفطرة السليمة يا جماعة. بس لنا هنا وقف. نتيلة راشد كانت مشهورة باسم ماما لبنى، لكن اسم نتيلة ما كانش دارج والناس ما بتعرفش تنطقه، فقررت تخليه ماما لبنى. طيب اشمعنى لبنى؟ لانه ببساطة اسم بنتها. وللعلم اسم ماما لبنى عمل لها مشكلة كبيرة جدا مع الفنانة لبنى عبد العزيز، على اساس انها كانت مشهورة جدا وقتها، فما كانتش عايزة يحصل مشكلة بسبب اقتباس الاسم وحد يستغل شهرتها الفنية، ولكنها تفهمت الموضوع لما عرفت ان بنتها اسمها لبنى. نرجع بقى لموضوعنا. استمر سمير يقدم شخصية ميكي لمدة 4 أعداد كنوع من الترويج ليه، لغاية ما انفصل ميكي وبقى مجلة لوحده اللي احنا نعرفها حاليا. ومجلة سمير ما قدمتش مجلة ميكي وبس، لا ترجمت قصص عالمية زي تنتان وباباي قبل برضو ما ينفصلوا لوحدهم زي ميكي. سنة 1966 سافرت نادية نشأت على لبنان، وبقت نتيلة راشد هي رئيسة التحرير لغاية سنة 2002 بعد كده.
وكان اتجاه ماما لبنى في المجلة اشتراكي بحت، لأنها كانت مؤمنة جدا بتجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الاستقلال بالوطن والنهضة والاهتمام بالفقراء وهكذا، وخلت المجلة ليها بعد قومي ووطني مختلف. فقدمت باب جديد اسمه أحباب الله، وزودت أبواب لكتاب مصريين أكتر علشان الطفل يرتبط بوطنه أكتر. وما اكتفتش بكده، ابتكرت باب مهم جدا وجديد وقتها، وهو باب سمير الصحفي. الباب ده بقى كان هدفه تعليم الأطفال الصحافة، وكانت بتنشر حوارات الأطفال وموضوعاتهم الصحفية باسمهم وصورهم كمان وهم ما عدوش ال 14 سنة. قصص ماما لبنى على فكرة كانت مختلفة في أفكارها جدا، يعني مثلا القصص ما كانتش مثالية ولا وردية دايما، لا كانت واقعية أكتر، كان فيها تجارب حياتية واختبارات ممكن تنجح وممكن لا، ولكن دايما السعي للأفضل ده كان هدفها، وطريقتها دايما لتربية أجيال من الأطفال. وللعلم اترجمت بعض أعمال ماما لبنى للغة الإنجليزية، وأخذت جوائز كتير في أدب الأطفال ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. وجوجل نفسه احتفل بعيد ميلادها، وكانت صورتها موجودة في محرك البحث سنة 2020 كمؤسسة لأهم مجلة والشرق الأوسط. ماما لبنى كانت اتجوزت من الكاتب عبد التواب يوسف، وكان عندها 3 أولاد، لبنى وهشام وعصام. ولأن طبعا دوام الحال من المحال، مع مرور الزمن ابتدى يقل توزيع المجلة مع الوقت، يعني ممكن لظهور مجلات تانية منافسة زي ماجد وميكي، وبعد كده فلاش، وطبعا قصص الدكتور نبيل فاروق الله يرحمه زي المغامرون الخمسة ورجل المستحيل وغيرهم، واختلاف الأحداث السياسية كمان، لغاية ما اختفت تقريبا مجلة سمير مع الوقت. ولكن ما نقدرش ننسى إنها المجلة الرائدة للأطفال في مصر والشرق الأوسط، اللي فتحت باب لمجلات تانية ظهرت برضو للأطفال. اتوفت ماما لبنى أو نتيلة راشد في 26 مايو سنة 2012 بعد ما قدمت عشرات الأعمال الأدبية للأطفال، وقدرت تصحح الوعي الجمعي ليهم في الفترة دي بقيم ومبادئ وطنية جدا. خلصت حلقتنا، والله يرحم ماما لبنى ولكل أبناء الوطن المخلصين في كل زمان ومكان. كنت معاكم أنا علا أبو السعدات وبرنامج عين.